فدي تعليمات صندوق النقد اللي بيعملوها عشان احنا مدينا ايدينا وشحاتنا، وقال لك مصر ام الدنيا ومصر ام البتاع. فين ام الدنيا دي وهي عماله مديونه لطوب الارض؟ ده داينه الاجيال اللي ورا. ده فشل ذريع. هل ينفع اجيب راجل طبيب اقول له تعالى اخبز رغيف عيش؟ هيعرف يعمله؟ طبعا مش هيعرف يعمله. فدي العيش لخبازه زي ما بيقول. فلازم يكون راجل مدني عنده خبره في الاقتصاد وفي السياسه، وراجل يكون يعني عنده يعني خبره، يقدر ازاي يدير الدوله، ويقدر ازاي يقوم بيها، وازاي يرفع الاقتصاد بتاع البلد، ازاي يسد الديون دي. يفضلوا يرفعوا الدعم ويبيعوا حسب خطة صندوق النقد الدولي اللي بيعملها مع كل البلاد اللي زي حالتنا كده، اللي ما بتنتجش حاجة وما بتصنعش حاجة. فطبيعي ده هيحصل يعني بلاقي أكتر من كده. أما عن تعليقي أنا فأنا يعني تعليم يعني الناس كده خلاص، الناس اتعودت يعني على الوضع. هو ما عندوش وسائل ولا أي حاجة إن هو يدور يجيب فلوس ولا يدور أي حاجة، ولا بيفكروا دماغهم ولا بيشغلوا أي حاجة. الدنيا بايظة يعني، مش غلو الاسعار دوت يعني، مفيش مساويه بين المرتبات وبين غلو الاسعار، فالناس مش عارفه تعيش. الناس اصلا ظروفها تعبانه جدا جدا جدا. المفروض يرحموا الناس ويرحموا الشعب شويه. يعني الشعب تعب تعب تعب، فاصبح الوقت الشعب مش لاقي قوت يومه، فاصبح الوقت المفروض كل يعني الناس تحس بالناس شويه. فدي تعليمات صندوق النقد اللي بيعملوها عشان احنا مدينا ايدينا وشحاتنا، وقال لك مصر ام الدنيا ومصر ام البتاع. فين ام الدنيا دي وهي عماله مديونه لطوب الارض؟ ده داينه الاجيال اللي ورا. ده فشل ذريع. هل ينفع اجيب راجل طبيب اقول له تعالى اخبز رغيف عيش؟ هيعرف يعمله؟ طبعا مش هيعرف يعمله. فدي العيش لخبازه زي ما بيقول. فلازم يكون راجل مدني عنده خبره في الاقتصاد وفي السياسه، وراجل يكون يعني عنده يعني خبره، يقدر ازاي يدير الدوله، ويقدر ازاي يقوم بيها، وازاي يرفع الاقتصاد بتاع البلد، ازاي يسد الديون دي. انا مش عارفه اعيش ولا عارفه اكل عيالي ولا اشرب عيالي. انا شغاله ومش عارفه أدي. كل حاجه غاليه والشغل مش بيغلى. يا ريت حتى يعلوا المرتب بتاعنا، لا مفيش اي حاجه بتعلى. يعني الاكل والشرب بيعلى واحنا قبضنا مش بيعلى، يبقى حرام ولا حلال؟ أهلا بكم من جديد. حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العام في مصر، مشيرا إلى أن مستويات الدين المرتفعة تتسبب في إبعاد المستثمرين وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وأكد المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي أكد أن خفض معدل التضخم في مصر، والذي ارتفع لأعلى مستوياته في 3 عقود، ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة. مشاهدينا الكرام، طبقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، فقد تجاوزت ديون مصر الخارجية 67 مليار دولار، في حين ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها إلى نحو 167 مليار دولار. هذه الزيادة المتواصلة في الديون وبحسب خبراء الاقتصاد تنعكس بشكل مباشر على المواطنين. فدي تعليمات صندوق النقد اللي بيعملوها عشان احنا مدينا ايدينا وشحاتنا، وقال لك مصر ام الدنيا ومصر ام البتاع. فين ام الدنيا دي وهي عماله مديونه لطوب الارض؟ ده داينه الاجيال اللي ورا. ده فشل ذريع. هل ينفع اجيب راجل طبيب اقول له تعالى اخبز رغيف عيش؟ هيعرف يعمله؟ طبعا مش هيعرف يعمله. فدي العيش لخبازه زي ما بيقول. فلازم يكون راجل مدني عنده خبره في الاقتصاد وفي السياسه، وراجل يكون يعني عنده يعني خبره، يقدر ازاي يدير الدوله، ويقدر ازاي يقوم بيها، وازاي يرفع الاقتصاد بتاع البلد، ازاي يسد الديون دي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور اشرف دوابه، الخبير في الشؤون الاقتصاديه. ارحب بك معنا دكتور اشرف. وايضا معنا عبر سكايب من ولايه فيرجينيا الامريكيه الدكتوره ساميه هاريس، الكاتبه والناشطه السياسيه. ارحب بك ايضا معنا دكتوره ساميه. وابدا مع الدكتور اشرف، وتحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العام في مصر الى مستويات قياسيه، كيف تقيمه من الناحيه الاقتصاديه دكتور اشرف؟ شوف حضرتك، انا بدايه بالنسبه لصندوق النقد الدولي هو بيعمل المصيبه وبعد كده بيحذر منها، ودي اول نقطه بس احب اقولها. يعني هو اللي حصل ده كله نتيجه حتميه لسياسات صندوق النقد الدولي.
وده اللي تم عشان ال 12 مليار دولار. دلوقتي حضرتك احنا وصلنا حتى في الديون طرحوا سندات ب 4 مليار، ثم هناك ايضا سندات ستطرح بحوالي 3 مليار دولار اخرى، رغم ان الدين الخارجي زي حضرتك ما قلت انه وصل تعدى 67.3 مليار دولار، زاد فقط في سنه واحده بنسبه 40%. ده الدين الخارجي فقط. الدين الداخلي زاد برضه بحوالي نسبه 30% تقريبا، ووصل ل 3.1 تريليون جنيه مصري. يعني ممكن نقول ان كل فرد من افراد المصريين النهارده بيتحمل من فاتوره الديون حوالي 45,000 جنيه مصري تقريبا، يعني لو حبينا نوصل الامور ببساطه جدا. المشكله دلوقتي حضرتك في موضوع الدين ليه مخاطره ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن ايضا على المستوى السياسي والاجتماعي. يعني احنا لو نظرنا لموضوع الديون، اولا انا واحد من الناس ارى ان الديون ما فيش اشكاليه ان الدوله تعتمد على الديون، لكن مش عشان التنميه. الديون النهارده ممكن تكون حاله مؤقته وليس حاله دائمه. اصبحنا في لولب اسمه لولب الديون الان، ده اللي احنا عايشين فيه، عمليه ترقيع الديون. فالنهارده احنا عندنا عجز، اصبح عجز دايم. هذا العجز الدايم اعتمدوا على دلوقتي ان هم يمولوه من خلال ترقيع عمليه الديون نفسها بدون اي افاده للتنميه داخل البلد ده على المستوى الاقتصادي. وده اثاره على للاسف الشديد اثاره على المستوى الاقتصادي. اسمح لي يا دكتور وعفوا لمقاطعه حضرتك، لكن حتى يعني نكون اكثر انصافا، النظام الحالي يتحمل مسؤوليه هذه الديون التي زادت في الفتره الاخيره، ام انه جاء او يعني استلم تركة في مثقلة بالمشكلات ولم يكن له يعني أمامه الخيارات كثيرة، وكان أفضلها خيار يعني الاستدانة من المؤسسات الدولية أو من أسواق السندات؟ يا أستاذ أحمد، احنا نبص للوضع قبل موضوع ما يحصل انقلاب 30/6، ما هو ده الوضع الموجود. يعني احنا نشوف الدين كان واصل ايه، السيسي نفسه هو اعترف بكده مش حد تاني. يعني حصل نوع من الزياده في الديون بطريقه خياليه. النهارده من 34 مليار يوصل الدين في يعني في ايام الدكتور محمد مرسي كان حوالي 34 مليار لما سابه دولار، لما يوصل النهارده ل 67.3 مليار. دي كلها سياسات الراجل البسيط اللي قال لك النهارده موضوع العسكر اللي يتكلم معاك حضرتك. الامور محتاجه اداره مدنيه تدير هذا الدين. هو النهارده اللي حاصل ايه كله؟ اللي حاصل عمليه ترقيع ديون فقط لا غير. هل وجدنا هذه الديون التي حصل عليها تحقق من وراها تنميه؟ هل وجدنا مثلا نسبه البطاله قلت؟ هل وجدنا هناك دلوقتي تشغيل العاملين؟ ما لقيناش الكلام ده كله. ده حتى الديون اعتمد عليها في تمويل بنيه تحتيه وليست مشروعات توفر فرص عمل، وده أزم الموضوع اكثر. ولذلك حضرتك من الجانب الاقتصادي لابد ان نعي تماما ان قضيه الانفجار هي مساله وقت مش اكثر ولا غير. يعني هو دلوقتي صندوق النقد الدولي ورط مصر في هذا الاطار. وانا عاوز اقول لحضرتك في تصريح لسه حتى معاصر اخير لمحاضير محمد لما اتكلم وقال عن الصندوق والبنك ما هم الا بيغرقوا الدول نفسها، وده طيب واقع. يعني الحقيقه هذه نقطه مهمه يا دكتور اشرف، ساعود اليك فيها، لكن دعني اذهب لضيفتي من فرجينيا الدكتوره ساميه هاريس. دكتوره ساميه، ضيفي من اسطنبول ألمح لنقطه مهمه للحقيقه تبدو مهمه. صندوق النقد الدولي الذي يلمح الى اشكاليه ارتفاع الديون في مصر هو نفس الصندوق الذي سمح لمصر باقتراض ما يقرب من 12 مليار دولار ودفع بالفعل الدفعه الاولى في مصر. يعني كيف نفهم بين هذا وذاك؟ يعني صندوق النقد الدولي عمره بسياسته وانه بيدي النقد للبلاد اللي زي مصر حاليا عمره ما بيتحمل مسؤوليه. ما فيش accountability زي ما بنقول. المسؤوليه تامه تيجي على حكام البلد، وفي هذه الحاله بيكون السيسي والنظام بتاعه. صندوق النقد الدولي لما قال للسيسي عوم الجنيه وهو دي الحل بتاع مصر، السيسي عوم الجنيه من غير ما يعرف حالة التضخم ومن غير ما يعرف ايه اللي هيحصل نتيجة لتعويم الجنيه. ان الناس صبحوا بين يوم وليلة يمتلكوا ثلث ما كانوا يمتلكوه من القيمة، سواء بالعمارة أو أصحاب الأعمال أو بالنقود نفسها. يعني نزل الجنيه على طول ما بين يوم وليلة إلى أقل من ثلث قيمته. صندوق النقد الدولي هو اللي قال لمصر قبل كده لازم تتخلصوا من القطاع العام، وللأسف الحكومة المصرية أياميها حسني مبارك وأولاده
باعوا القطاع العام اللي كان بيوفر وظائف للناس وكان بيعمل ربح ويعمل انتاج بتتصدر للعالم الخارجي، هي اللي اتباعت برخص التراب وكسبوا بيها مبارك ونظامه واعماله. فهل احنا بنتحكم في الصندوق الدولي؟ لا، اللي بيتحكم في الصندوق الدولي هو الصندوق الدولي، هي الكام دولة اللي عاملة الصندوق الدولي. معنى كلام حضرتك يا دكتورة سامية عفوا للمقاطعة أن روشتة صندوق النقد الدولي غير نافعة أو مجدية لمصر، بل على العكس تزيد أزمة مصر الاقتصادية؟ طبيعي بتزيدها، بس هي مش صندوق النقد الدولي بس يا حبيبي، ده هي السياسة الغير اقتصادية اللي ماشي عليها السيسي من يوم ما جه وهو قاعد يقول للناس ادوا معيش، انا فقير، انا ما عنديش، مصر فقيرة، وبيسيب ما عندوش اي خطه اقتصاديه تمشي عليها مصر لحد دلوقتي. في اقتصاديين جمال جدا بره مصر وجوه مصر عملوا خطط شامله ازاي ننقذ اقتصاد مصر، هو طبعا ما بيسمعش. غير كده عمل اخطاء فاحشه سياسيا واقتصاديا من اللي هي بتدمر ودمرت اقتصاد مصر. دكتورة عفوا يبدو أن السيسي، عفوا حضرتك بتقولي السيسي ممكن ما يكونش عنده خطة اقتصادية أو رؤيته ممكن تفشل، لكن الحقيقة لا، السيسي عنده خطة اقتصادية، سنعرض جزء منها وسأعود لحضرتك لتحليلها. مشاهدينا الكرام، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موظفي الدولة المصرية بالتبرع بجنيه من دخلهم لصالح مشكلة العشوائيات. تأتي هذه المطالبة بعد سلسلة مطالبات سابقة لعموم الشعب المصري بالتبرع بالفكة في التعاملات البنكية والتبرع عبر رسالة نصية فيما عرف بمبادرة صبح على مصر بجنيه، وهي التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فلنشاهد. إذا السيسي يطالب كل موظف في مصر من 7 مليون موظف إن هو يتبرع بجنيه لمصر، هيلم 7 مليون، هيساعد في مشكلة العشوائيات دي. هذه واحدة. قبل كده كان بيتكلم عن الفكة في البنوك يتركها المواطن المصري. دكتور أشرف، يعني هل من الممكن أن تكون مثل هذه الإجراءات بالفعل ناجعة ورافعة للاقتصاد المصري بشكل إيجابي أم لا، سواء الفكة أو صب على مصر بجنيه أو حتى فكرة اللمبات الموفرة وعربات الخضار؟ والله يا استاذ احمد انا محتار، يعني الراجل ده ما عندوش مستشارين اقتصاديين يقولوا بلاش تقول الكلام ده. انا بتكلم بكل صراحه، يعني دلوقتي هو في دوله في الدنيا بتقام على التبرعات خاصه، في دوله في العالم قايمه على هذا الموضوع. العجيب دلوقتي خلي بالك هو بيضرب عصفورين بحجر في الموضوع اللي بيتكلم فيه. اولا بيتكلم عن ال7 مليون اللي هم مين؟ الموظفين اللي هو عاوز يسرح نصهم زي ما قال. ادي رساله. الرساله الثانيه جيوبهم الفاضيه اصلا اللي معهمش فلوس اساسا، عاوز ياخد من كل واحد جنيه. يعني ده منطق عجيب جدا في طريقه التفكير نفسه. ادي الوضع ما فيه، فما فيش دوله في الدنيا تقام على ذلك. الدوله حقيقه لابد الدوله يكون لها دور في اقامه مشروعات تنمويه. دلوقتي دي امور استثماريه مش بتبرعات. لكن البعض بيرد يا دكتور اشرف عفوا لمقاطعه حضرتك، يقول لك في يوم من الايام الاقتصادي الكبير المهم في تاريخ مصر طلعت حرب كان عنده مشروع القرش اللي هو بنى بيه الكثير من المشروعات او المصانع اللي كان ليها انعكاس ايجابي على مصر، لكنها للاسف طبعا اغلقت بعد ذلك. هل هناك وجه تشابه بين فكره التبرع بجنيه وصب على مصر بجنيه ومشروع القرش بتاع طلعت حرب؟ لا، مش تشابه. تشابه زاد وجه تنافر، لان طلعت حرب اقام استثمارات عن طريق ودايع وكلام زي كده والشركات اقامها، لكن ما قالش للناس اتبرعوا. يعني ده اللي كان موجود في الاطار الموجود نفسه. الدافع الوطني ان نستثمر في مشروع وطني، وده الاساس. مشروع يشغل عماله، مشروع يزود صادرات، مشروع يزود القيمه المضافه عندي، هو ده الاساس عندي. لكن اللي بيحصل انت دلوقتي انا معيش وكل شويه تقول لي اديني اللي في جيبك، ده انا مش لاقي اكل اصلا. ده انت التضخم وصل ل 32.5% دلوقتي الحالي، وفي ارتفاع في الاسعار وما في زياده في الاجور مقابل ذلك، الناس مش لاقيه. صندوق النقد النهارده عاوز يزود لك دلوقتي سعر الفايده تاني عشان يزيد من التضخم في بلد اساسا غالبيه شعبها ما بتتعاملش مع بنوك، فمعنى كده ان مش هيقدر حتى لو زودوا سعر الفايده ان يسحبوا كميه سيوله ملائمه من السوق. فدي الاشكاليه اللي موجود فيها. فللاسف ده تفكير، اعذرني في هذا المصطلح، هو تفكير سطحي لحل المشاكل، تخديري لا اساس له بواقع حياه الناس او حياه الاقتصاد نفسه. طيب خلينا نسمع راي الدكتوره ساميه في نفس هذا الطرح. دكتوره ساميه بخبرتك، هل في دوله قامت على فكره التبرع ان مواطنيها يتبرعوا في لحظه ما فيستطيعوا انتشال الاقتصاد من ازمته ام لم تحدث من قبل ذلك؟ يعني
لا، ما حصلش لحد دلوقتي في التاريخ كله ان في دولة تقوم على التبرع تماما. فاللي بيحصل للأسف في مصر يعني مخالف للاقتصاد، مخالف للسياسة، مخالف للأخلاق. كل اللي عمله السيسي من أول يوم لحد دلوقتي هو انه هدم اقتصاد مصر، هدمها يا اما متعمدا يا اما باخطائه يا اما بانه بيدفع الثمن لانه موجود على الكرسي. لما الطياره وقعت اشترينا محطة نووية من روسيا ملهاش قيمة ولا لازمة ب20 مش عارفة مليون دولار ولا ايه، 20 بليون دولار. لما المشاكل حصلت مع فرنسا رحنا اشترينا غواصات. لما المشاكل حصلت مع ايطاليا رحنا اشترينا طيارات ومن فرنسا طيارات ملهاش اي لازمة. كل الحاجات دي للأسف قتلت كل اللي موجود. وقناة السويس طبعا سحبت كل النقد اللي موجود في المجتمع المصري. هذا وبعدين شال الدعم بدون ما يحط أي خطة. دكتورة عفوا لضيق الوقت، سؤالي الأخير لحضرتك. السيسي في مصر بيقول على 30/6 القادم 2018 الأمور هتتحسن بشكل كبير وهينتهي من عدة مشروعات يعني بالمصري يفوقوا الاقتصاد المصري. تتوقعين ذلك؟ أتوقع الفشل الذريع للسيسي. أرجو أنه هو ما يكونش موجود يوم 30/6 لأن استمراره هو نكبة على مصر وعلى المصريين في الداخل وفي الخارج، لأن الفقر بيزداد كل يوم، الفشل الكبدي بيزداد كل يوم، الانهيار مش بس الانهيار الاقتصادي، المجاعة هتيجي، الانهيار الاجتماعي، الانهيار التعليمي، انهيار في جميع المجالات بسبب هذا الرجل وسياسته اللي هو بيمارسها دلوقتي ضد مصر. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة سامية هاريس الكاتبة والناشطة السياسية، كنت معي عبر سكايب من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمرريكية. وكذلك أشكر ضيفي من اسطنبول عبر سكايب الدكتور أشرف دوابة الخبير في الشؤون الاقتصادية. مشاهدينا، المسائية مستمرة وفيها نائب بالبرلمان المصري ينشر فيديو كيف تم التصويت على إقرار قانون الهيئات القضائية بالتفضل بالوقوف.